زينة في فيلم بلبل حيران ودنيا سمير غانم في فيلم اكس لارج قدموا نوعين من أوسخ أنواع الستات اللي ممكن تقابلهم وتحبهم في حياتك. زينة في بلبل حيران الأول كانت دايما بتكنسل على أحمد حلمي ومش بترد عليه إلا كل فين وفين، ولما يسألها أنت مش بترد عليا ليه تقوله مش بسمع التليفون، مش بكون فاضية ساعات. لحد لما قالها في مشهد لما اتصل بيكي كذا مرة في كذا وقت مختلف وانت ما ترديش، ده ملوش غير معنى واحد، انك بتتجاهليني. هي كانت بتتجاهله وفي الاخر زعلت قوي لما سابها وخطب واحدة غيرها، رغم انها لو كانت صحصحت شوية وبطلت الحاجات اللي تبان صغيرة بس لما بتتراكم بتبقى مشاكل كبيرة، زي مثلا ما تردش على التليفون بتاعها ولما تشوفه ما ترجعش تتصل بيه ولما تجيب له هدية مش لايقة عليه. حاجات صغيرة ما تبانش بس لو اتعملت كل حاجة لوحدها، انما بقى لما تحطهم جنب بعض تعمل مشكلة كبيرة قوي. وما تنسوش ان الجبل شوية حصى بس كتير. تعالى بقى نروح لفيلم اكس لارج. دنيا سمير غانم كانوا مقدمينها على انها المزة اللي جاية من الخليج، واحمد حلمي هو الراجل المكعبر وهو مش عاجبها. هي ما كانتش بتحب شخصية ابن عم صاحبها اللي هو نفسه صاحبها، رغم كده كانت بتستنفذه وبتستغله كمان جدا. خلته يوصلها الشرقية بعربيته وكمان سابته يرجع لوحده بكل قلة ذوق. كانت بتصحيه من النوم عشان يعمل لها حاجات وهي كل ده ما كانش فارق معاها. ولما سألها في مشهد لو حبيتي واحد تخين هتعملي ايه، قالت له مش هسيبه غير لما يخس. الكلام سهل بس شوف الشخصية عملت ايه في الفيلم. جرحته وقالت له انت حالة، انا بعمل عليك الدكتوراه بتاعتي. حتى لو الكلام كده هو عمره ما هيصلح من نفسه لما انت تكوني بتكدبي عليه. هو راح خس وما كانتش هي السبب ولا كانت جنبه، ده بالعكس هو كان لوحده لوحده جدا. وبرغم كل ده لما رجع تاني هي اتعاملت معاه عادي، اتعاملت معاه وكأنها هي السبب في ظهور العزيمة بتاعته، وهي في الأصل ملهاش أي علاقة بيها. البنات اللي بنقابلهم في حياتنا أغلبهم بيبقى شخصية من الاتنين دول، اللي ما كانش بقى بيبقى ميكس ما بين الاتنين، يعني تلاقيها بتتجاهلك وبتستغلك في نفس الوقت.